مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدنا نعمل صيادية. أول شي حطيت بالطنجرة شوية زيت نباتي وفرمت بصلة وسط، فرمتها صغير، وهلأ بدي أقليها لحتى تصير شقرة. بدي أقليها لتشقر البصلة لتدبل على الآخر، وهيك مثل ما شايفين عم تبلش تشقر عند البصلة. وهذا هو الشكل اللي بدنا نوصله مثل ما شايفين. وهون على جنب أنا نقعت كبايتين رز، ومنجيب البصل اللي قليناه منحطهم مع الرز ومنخلطهم منيح. وهلأ هون عندي السمك، أنا كان عندي سمكة من قبل فصفصتها، هلأ بحطها بنفس الطنجرة اللي حطينا بصل منها، نقليهم شوي ونضيف عليهم الرز مع البصل. وهلأ هون على جنب حنحط بجاد 3 كبايات مي، لأن أنا نقعت كبايتين رز. يلي ما عنده بهار الصيادية، هذا بديل عن انه نستعمل بهار الصيادية. رح نستعمل بهارات بس كلها حتعطي نفس الطعمة، يمكن أطيب كمان. حنحط أول شي 1.5 ملعقة ملح، 1 ملعقة صغيرة من 7 البهارات، 1/2 ملعقة صغيرة كمون، 1/2 ملعقة صغيرة من العقد الصفراء أو الكركم، 1/2 ملعقة صغيرة جنزبيل، ربع ملعقة من القرفة الناعمة، وآخر شي رشة بهار حلو ناعم. وهلا بنحركن. رح أذكركن شو حطينا بهارات هون. حطينا أول شي 3 كبايات مي، 1.5 ملعقة من الملح، 1 ملعقة 7 بهارات، 1/2 ملعقة كمون، 1/2 ملعقة عقدة صفرا، 1/2 ملعقة زنجبيل، ربع ملعقة قرفة، ورشة بهار حلو ناعم. هلأ منزيد الخليط اللي عملناه على الرز ومنتركن على النار ليستووا. هون على جنب أنا بحب أعمل حدهم تراتور، بيطلع كتير طيب. دقات تقريبا 1 توم وسط، رح أضيف عليهم حامضة، وهلأ هون ضفنا الطحينة منحركهم كتير منيح، ومنضيف عليهم شوية مي، منرجع منحرك. وهذا هو شكل الطبخة من بعد ما خلصت، ريحتها كتير حلوة وفي حدا التراتور. بتمنى تجربوها، طعمتها كمان كتير طيبة، شكلها بشهي. وما تنسوا تعملولنا لايك وسبسكرايب بالصفحة عشان يوصلكم كل جديد.